هنتكلم على قصة حياة عبد الفتاح الأسري، بدايته ونهايته. اسمه بالكامل عبد الفتاح فؤاد عبد الفتاح الأسري. اتولد في 15 إبريل 1897 في الحسين في القاهرة. اتولد من عائلة غنية جدا، أصلهم جوهرجية، ودخل مدارس ولاد الناس قوي، اتعلم إنجليزي وفرنساوي، ده لدرجة إن كان في حنطور وخادم بيوديه المدرسة، ودي حاجة بيعملها ولاد الأغنياء بس هو بقى ما كانش عايز يتعلم أساسا، وكان كل حلمه في الحياة إن هو يبقى صاحب قهوة، معلم يعني. فطلب من أبوه إن هو يطلع من المدرسة، وقال له أنا بتكلم إنجليزي وفرنساوي زي الفل. قال له حلو قوي كفاية كده تعليم. وأول جوازة ليه كانت 1916، بس الست طلعت نكدية معاه وهو ما عرفش يكمل معاه، وهو بقى كان لسه صغير وعايز يضحك ويفرفش. راح قال لها يا بنت الحلال أنت من طريق وأنا من طريق. في الفترة دي فكر عبد الفتاح ان هو يدخل في التمثيل، وكان نفسه يمثل قوي، وكان والده مش راضي خالص على موضوع التمثيل ده، وكان كل ما يروح فرقة يجيبه من قفاه، وكان اللي يشتغل في التمثيل ده كأنه بيجيب العار لأهله. وده حصل مع فنانين كتير زي نجيب الريحاني وزينات صدقي وزكي رستم. وانضم عبد الفتاح الأسري لفرقة جورج أبيض، وجورج أبيض ده كان مسرحه جد جدا، وأول ما الأسري طلع على المسرح الناس ضحك السنين، وجورج أبيض اتضايق منه جدا وقال له انت فاشل، وراح طالع من فرقة جورج أبيض، وكان خلاص عايز يقطع الفن خالص ومش عايز يكمل. ونجيب الريحاني سمع عن فتاح الأسري وقلب عليه الدنيا، عشان كان نفسه ان هو يضمه لفرقته، وعشان يتحول الأسري من مجرد ممثل هاوي لممثل محترف جدا. ولما رجع تاني للتمثيل أبوه منع عنه الميراث، والأسري تألق في هذا الوقت، كان بيعمل حوالي 12 فيلم في السنة، وده عدد كبير جدا. كان أجره قليل ووجوده ضمان لنجاح أي فيلم. كان في واحدة اسمها حكمة كانت بتلف حوالين الأسري في كل حتة يروحها، واتجوزها الأسري بس ما قدرش على مصاريفها خالص. كان مرتبه من المسرح 20 جنيه، وكان الخدم عندها ب 16 جنيه، فكان متدمر على الآخر، واتطلقوا من كتر الخناقات بينهم. واتجوز الأسري من واحدة بنت حلال اسمها فريدة، دي تعتبر الجوازة الثالثة، وهو ما خلفش من 3 جوازات. فقرر هو ومراته فريدة ان هم يتبنوا طفل من الملجأ، وهو راجع من الشغل لقى عيل عنده 12 سنة نايم على الارض. طلع ان هو شغال في البقال اللي قدامه، كان اسمه مسعود. فاخد مسعود لمراته وقال لها تعالى نتبنى الولد ده. فهي طبعا زعلت جدا، قالت له ازاي ده انا كنت عايزه اتبنى عيل صغير، جايب لي راجل في البيت. قال لها حرام نسيبه يبات في الشارع. قالت له يا انا يا هو في البيت. قال لها خلاص يبقى هو، وراح مطلقها. وابو عبد الفتاح في الوقت ده مات وخسر كل ثروته بسبب الكساد اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه. والحمد لله ان القصري راح له قبل ما يموت وباس ايده، والحاج فؤاد وصاه على امه واخواته. وفي الفتره دي مات نجيب الريحاني سنه 1949، ودي كانت صدمه كبيره جدا لعبد الفتاح الاسري. وقعد سنين عبد الفتاح الاسري ما يشتغلش في مسرح خالص، لغايه ما اسماعيل ياسين طلب منه ان هو يدخل الفرقه بتاعته سنه 1954. يعني اسماعيل ياسين كان صديق عمر عبد الفتاح الاسري ومرضاش يزعله. وبعدها ماتت امه، ودي بقى جاله فيها السكر. والأسري عنده 3 اخوات، محمد وحسن وبهية، ومحمد وحسن دول ماتوا وما كانش فيه غير بهية. وسنة 1958 الأسري تعب جدا ودخل المستشفى، وكان في ممرضة كده يعني عجبته واسمها سهام، وهي الصراحة كانت مهتمة بيه جدا، وكانت بتأكله وبتعمل له كل اللي هو عايزه. وطبعا عبد الفتاح الأسري وقع في حبها واتجوزها، ولانها عارفه ان هو ما بيخلفش قالت له لا ده انت لازم تأمني مستقبلي. قالت له ده انا خايفه من ابنك مسعود يرميني في الشارع. فراح كاتب لها كل ما يملك، وبنت اللذينه اول ما ضمنت كل ده اتقلبت عليه 360 درجه، وطبعا ظهرت على حقيقتها، وبقت البنت تعامله أسوأ معامله، وده دخله في حاله نفسيه وحشه جدا. وفجاه وهو واقف على المسرح قدام اسماعيل ياسين قال انا مش شايف حاجه. سنه 1962 صرخ بعلو صوته وبيقول الحقوني انا مش شايف حاجه، الحقوني انا مش شايف حاجه. فاسماعيل ياسين بيفتكره بيهزر جوه المسرحيه، فقال له يا اسماعيل انا مش شايف حاجه. فاخده اسماعيل ياسين وطلع بيه واحده على الكواليس وجري على المستشفى. وللاسف هو فقد بصره بسبب ارتفاع شديد في السكر، وطلب من اللي حواليه ان هم يكلموا اخته بهية عشان تيجي تاخده. طبعا ما فكرش ان هو يكلم مراته. طبعا سهام مراته طهقت اخته وخلتها ان هي تمشي. وعاش القصري قصه حزينه مع مراته اللي هي كانت فعلا بتعذبه، كانت بتضربه وتهينه. وكانت مراته كل لما حد من الفنانين يتصل بيه تقول نايم، او حتى يجيله تقول لهم نايم، والدكتور منع عنه الزياره، وهو اصلا مش عايز يشوف حد. ومن الاخر كده جت قالت له انا مش هترهبن جنبك، انا عايزه اتجوز ومش هقعد مع راجل اعمى. وراحت ضرباه عشان يطلقها. عارفين بقى اتجوزت مين؟ اتجوزت مسعود اللي جابه الأسري من الشارع وفضل يصرف عليه لغايه ما بقى راجل عنده 27 سنه. واول ما عض الايد اللي اتمدت له، وعشان يذلوه خالص خلوه يشهد على عقد الجواز. ويعني الأسري كان محبوس في اوضه، وكانت طليقته تنزل مع جوزها الجديد عشان يتفسحوا بفلوسه. وفي يوم 24 يناير سنة 1964 اتسربت له صورة
في جريدة الجمهورية وهو ماسك قضبان اوضته وكان بيشحت لقمة من الناس. واول ما ماري منيب ونجوى سالم شافوا الصورة في الجورنال اخدوا بعضهم وطلعوا جري على بيت الاسري، لكن طبعا سهام هانم منعتهم ان هم يدخلوا، ونجوى سالم راحت زقاها وداخله للاسري هي وماري منيب عشان يلاقي الاسري مرمي في اوضه وهدومه متقطعه ومرمي على الارض ودقنه طويله وضوافره طويله وكان في حاله سيئه جدا. راحوا واخدينه وطالعين على المستشفى، وكان الاسري مش فاكرهم اصلا، واكتشفوا ان عنده فقدان في الذاكره وهذيان بسبب تصلب في الشرايين. واضح البت مراته دي كانت عايزه تموته بالبطيء. طبعا سهام وحبيب القلب مسعود اخدوا بعضهم وهربوا، وقبل ما يقولوا يا فكيك كمان سرقوا كل عفش البيت ما سابلهوش حاجه. وبعد ما طلع الاسري بعد 6 شهور من المستشفى لقى بيته متشمع بالشمع الاحمر عشان البلديه هتزيله علشان كان متصدع خالص وبايظ، يعني كمان ملهوش بيت يسكن فيه وبقى حرفيا في الشارع ملهوش اي مأوى يروحها، وما كانش باقيله في الدنيا غير اخته بهية. وراح فعلا قعد عندها اللي كانت متطلقه وما بتخلفش زيه، وعاشوا في اوضه تحت بير السلم لحد ما نجوى سالم جابت له شقه من المحافظه في مساكن الشرابيه، وماري منيب جابت له اعانه من النقابه 10 جنيه في الشهر، وهند رستم عملت له حمله كبيره جدا في الجرايد علشان تلم له فلوس، وكمان جابوا له تلفزيون عشان يشوف باللي باقي من نظره افلامه اللي هو اصلا مش فاكرها، وعملت بهية اخته نصبايه شاي كده صغيره علشان تعرف تصرف. ولما تعب تاني الاسري هند رستم عملت له حمله كبيره في الجرانين عشان تلم له فلوس عشان يتعالج. وفي 7 مارس 1968 راحت ماري منيب ونجوى سالم عشان يزوروه، فقال لهم انا نفسي اروح المسرح. قال له انت قادر تتحرك؟ راحوا واخدينه بكرسي متحرك وودوه فعلا المسرح، وفي اخر العرض زقته ماري منيب على المسرح والجمهور قعد يسقف له يجي ربع ساعه، ولدرجه من كتر فرحته وقف على رجله وقعد يحيي الجمهور وروح بيته ونام. وجات اخته بهية تصحيه تاني يوم لقيته مات يوم 8 مارس 1968، ولقوا في جيبه صورتين، صورة لنجيب الريحاني وصورة وهو مع نجيب الريحاني الله يرحمه. يا ريت ندعي له بالرحمة.